السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لجلالة الأخ الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ولشعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على الحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الجهود المبذولة لإنجاح هذه القمة. كما أود أن أتوجه بفارغ الشكر والتقدير لفخامة الأخ الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة على جهوده المخلصة والمقدرة التي بذلها أثناء رئاسته لأعمال القمة السابقة. إن خطورة المرحلة التي يمر بها وطننا العربي والمنطقة ككل والعوائق أمام تحقيق تطلعات شعوبنا في التنمية والأمن والاستقرار تتطلب منا الكثير من الواقعية والصراحة والوعي وتطابق الأقوال والأفعال لتجنيب أمتنا العربية المخاطر. والتضامن العربي الحقيقي عامل مساعد في تحقيق هذه التطلعات فيما يؤثر غيابه سلبا عليها.